لان الجيران كانوا بيسمعوا صوت الصريخ، لكن محدش فيهم كان عارف ايه اللي بيحصل جوه الشقه لان الباب مقفول ومحدش شايف حاجه، وطبعا محدش متوقع ان في اي تصرفات غير ادميه بتحصل مع طفله عندها 12 سنه او طفله عندها 10 سنين. ويمر 4 شهور على علاقه طارق وكوكب، وفي نفس الوقت يمر 7 شهور على تاريخ وفاه هادي جوزها وابو بناتها. وطول ال4 شهور اللي علاقه طارق وكوكب موجوده فيهم كان طول الوقت صوت صريخ البنتين موجود والجيران كلهم سامعين. وبرضه كل ما حد من الجيران يحاول ينقذ الموقف كان طارق وكانت كوكب بتقول لهم نفس الجمله: محدش يتدخل وان الراجل كتر خيره بيربي البنات، لحد ما نوصل للمشهد قبل الاخير في القصه دي. بس هنحكي المشهد بتفاصيله الكامله. كوكب وطارق راحوا المستشفى العام الساعه 2 بالليل ودخلوا الطوارئ، وكان معاهم الطفله الصغيره جنى اللي عندها 12 سنه، والطفله مستحميه ومغيره هدومها ودخلت على الطوارئ على اساس انها كلت اكل مسمم وفقدت الوعي. بس الفريق الطبي اول ما شاف الطفله كان عارف انها متوفيه، ولما فحصوا الجثمان كان باين جدا على جسمها اثار التعذيب واثار جروح، وواضح منها انها حاجات جديده وواضح ان في جروح قديمه جدا. بس اللي يلفت انتباه الفريق الطبي اكتر هو حاله التوتر والارتباك اللي كانت عند طارق وعند كوكب. ولما الفريق الطبي قال لهم ان البنت توفت، الاثنين حاولوا يهربوا فمسكوهم وسيطروا عليهم لحد ما يوصل رجال الامن. وساعتها لما وصل رجال الامن اتعرفوا عليهم وعرفوا ان كوكب دي تبقى والده جنى الطفله اللي ميته جوه، وان طارق ده كتر خيره جارهم واللي مرضاش يسيبها لوحدها. بس طبعا الكلام كان باين لرجال الامن انه كله كده، ويتم القبض عليهم، وده بعد ما رجال الامن عاينوا الجثمان بتاع الطفله جنى، واللي لقوا ان في اثار جروح وضربات وكدمات قويه جدا موجوده في كل الجسم. ده غير ان في اثار موجوده على ايد البنت، فواضح انها كانت مربوطه من ايديها ورجليها. ده غير كمان ان في اثار جرح واضحه جدا في راس البنت. فيتم نقل الجثمان للطب الشرعي ويتم التحفظ على طارق وعلى كوكب. تقرير الطب الشرعي لما طلع كان صادم للكل. احنا بنتكلم عن طفله عندها 12 سنه. التقرير بيقول ان الطفله تعرضت لضرب وتعذيب من فتره طويله، وان معظم الجروح اللي في جسمها بقالها اكتر من 3 شهور، وان في اثار حروق ولسعات غالبا تم استخدام معلقه او جسم معدني، وان في اثار خشب موجوده في فروه الراس وموجوده في بعض اجزاء من الجسم. وده معناه ان الطفله تعرضت للضرب باستخدام عصا خشبيه. والجرح اللي موجود في راس البنت واضح قوي انها اتضربت بعصايه خشب، وده من اثار الخشب اللي موجود في فروه الراس. وان بعد التعذيب اللي البنت دي تعرضت له فقدت كميه كبيره من الدم وفقدت الوعي، وبعدها جالها هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوفت. ايه كميه الجبروت دي كلها؟ تعملوا فيها كل ده ليه؟ المهم في نفس الوقت ده تبدا التحقيقات مع كوكب ومع طارق.